بس احنا عندنا السيلابل دي اللي هي مقاطع. احنا بناخد في العربي مقاطع صوتية، اللي هو هنقسم الكلمة لكذا مقطع ونروح عاملين شرط كده بينهم، صح؟ اه. هي دي في الانجليش برضه اسمها syllable. هنا هو جايب لنا two syllable words. يعني ايه words لوحدها؟ يعني كلمة من غير الاس، كلمة حطينا لها اس يبقى بقت جمع plural، بقت words كلمات. وsyllable مقاطع، two syllable كلمات، كلمات فيها مقطعين. طب احنا يا مس هنعرف ازاي؟ بصي هنحفظ حاجة مهمة جدا. فاكرة وش عمو شكشك؟ اه. ال A وال E وال I وال O وال U، اه. الحروف دي كلها حروف متحركة ولا ساكنة؟ حركة. متحركة، يبقى vowel. اهو احنا بقى الكلمات الانجليش لازم يبقى فيها على الاقل حرف واحد بس متحرك. ما ينفعش يكون عندنا كلمة انجليش من غير اي حرف متحرك، مفيش حاجة زي كده، مفيش. انت عارفة حتى الكلمة اللي بتتكون من حرف واحد بيكون فاول، زي مثلا انا، اي. ايه ده هو حرف واحد بس فاول، اللي هو حرف الاي. يأكل ايت، ده 3 حروف في حرفين متحركين وحرف واحد ساكن. يبقى لما نيجي نقسمهم هيبقوا مقطع واحد. طب احنا يا مس بقى هنعرف ازاي بقى؟ احنا عارفين وش عم وشكشك وعارفين الحروف المتحركة. الكلمة، الكلمة لما يجيلنا فيها حرف متحرك واحد يبقى هنقول ده مقطع واحد، لأن المقطع الواحد لازم يكون فيه على الأقل حرف واحد ساكن، حرف واحد متحرك. تمام. تمام. يعني كده الكلمة مثلا هي، هنا في كم حرف متحرك؟ واحد. واحد اللي هو الإي. مثلا شي، هنا في كم حرف متحرك؟ واحد. واحد اللي هو الإي برضو. يبقى دول المقطع الواحد، الواحد لازم يكون فيه على الأقل حرف واحد. يبقى هنا في كم مقطع هنا؟ واحد. وهنا في كم مقطع؟ واحد. هل ينفع ان انا اروح اسماهم واروح قايله لا الاتش لوحدها والاي لوحدها؟ لا. هل ينفع ان انا هنا اقول الاس اتش لوحدها والاي لوحدها؟ لا. لا ما ينفعش، لازم الاتنين يجوا مع بعض. لانه ازاي هخلي مقطع من الاس اتش كده من غير حرف متحرك؟ لازم المقطع يكون فيه اقل حاجة حرف واحد متحرك. ماشي. ماشي. اهي دي بسيطة خالص، دي بسيطة خالص اللي هو في حرف واحد. طب مثلا عندنا ايت، اي اي تي، هنا في كم حرف متحرك؟ اتنين. اتنين، الاي والاي. بس هنا بقى في حاجة غريبة، الاتنين جايين جنب بعض يبقى هنعتبرهم واحد. يا نهاري ازاي ده يا مس؟ ده اتنين، مادام الاتنين جايين جنب بعض هنعتبرهم حرف واحد. انما مثلا عندك eight، A T E، هل هما كده الاتنين جايين جنب بعض؟ لا. لا، يبقى دوا مش هيبقى مقطع واحد. انما فوق، لا هو هنا برضو هيبقى مقطع واحد، استني بس. انما هنا الاي والاي جايين جنب بعض يبقى هنعتبرهم كم مقطع؟ واحد. واحد. طب عندنا مثلا clean، هنا في كم حرف متحرك؟ اتنين. اتنين، جايين جنب بعض ولا بعاد عن بعض؟ ببعض. جنب بعض، يبقى نعتبرهم كم مقطع؟ واحد. مقطع واحد. يبقى الكلمة كلها فيها مقطع واحد. هل هينفع ان انا اقول لا انا هسيب السي ال لوحدها والاي اي ان لوحدها؟ لا، لازم يكون كله مع بعض، صح؟ لا. يبقى ده مقطع واحد. تمام. طب عندنا بقى لما يكون الكلمة اخرها اي، لما يكون الكلمة اخرها اي زي مثلا ايه؟ place، place مكان.
هنا في كم حرف متحرك؟ اتنين. اتنين. جنب بعض ولا بعاد عن بعض؟ واحد عن بعض. بعاد عن بعض. بس ايه ده الحرف اللي ورا دون اي. يا نهار يا مس، ازاي هنعتبره مقطع واحد؟ طب ازاي يا مس وهما في حرفين وكل واحد بعيد عن التاني؟ لا، انت عارفة ليه بقى؟ لان دي الاي السحرية، الماجيك اي. الاي السحرية دي، واحنا بنقول بلاي، الاي بتعمل صوت ايه ما بتسمعش. هل احنا بنقول بليس ولا بليس؟ بليز. يبقى احنا، هل احنا بننطق كده صوت الاي؟ لا. لا، ما بننطقهاش. يبقى احنا مش هنمشي على عدد الحروف، هنمشي على الاصوات. او بصي، اول ما تلاقي كلمة اخرها ماجيك اي السحرية، وفيها حرف واحد بس في النص متحرك، او حرفين جنب بعض، هيبقى مقطع واحد. اوكي. يبقى كده عندنا كام حاجة بنقول ان هما مقطع واحد؟ لما يكون الكلمة فيها حرف واحد، زي مثلا play، فيها حرف واحد، يبقى ده كم مقطع؟ واحد. واحد. مثلا كلمة فيها ماجيك اي space، في هنا كم مقطع؟ اتنين. نو، دي الماجيك اي السحرية. هل احنا قلنا space؟ لا. لا، space. يبقى كده هنا في كم مقطع؟ واحد. واحد. عندنا مثلا eat، يأكل، هنا في كم مقطع؟ واحد. واحد. يبقى احنا عندنا كده 3 حاجات، لما نشوفهم الكلمات دي فيها نفس الحاجة يبقى هو مقطع واحد. هو مقطع واحد، سواء الحرفين متحركين جايين جنب بعض يبقى ايت، ده هو مقطع واحد. سواء كلمة فيها حرف واحد بس متحرك يبقى ده مقطع واحد. سواء كلمة فيها ماجيك اي يبقى ده برضو مقطع واحد. طيب تمام. يبقى كده تمام، ده كله مقطع واحد. نيجي بقى للمقطعين بقى. المقطعين، مثلا عندنا كلمة فوتو، فوتو، صورة، فوتو، هنا في كم حرف متحرك؟ اتنين. اتنين. هل الحرف الأخير ده الماجيك اي الاي السحرية؟ لا. لا، مفيش. وهنا ايه ده؟ هما كده الحرفين المتحركين جنب بعض ولا بعاد عن بعض؟ واحد عن بعض. بعاد عن بعض. يبقى كده هنعتبرهم مقطع واحد ولا مقطعين؟ مقطع واحد. ها، هل دي يعني الماجيك اي؟ لا. لا. يبقى كده احنا هنقسمها، يبقى مقطعين. مادام الحرف الأخير حتى لو هو متحرك بس لازم ما يكونش ماجيك اي، يبقى دون كده مقطعين. مقطعين مش مقطع واحد. عارفة لو كان ماجيك اي كنا هنقول مقطع واحد، انما احنا كده عندنا حرفين متحركين مش جنب بعض وما فيهمش الماجيك اي، يبقى هما كده مقطعين اتنين. مقطعين اتنين، ماشي. 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 عندنا مثلا دكتور، مثلا دكتور، هنا في كم حرف متحرك؟ اتنين. اتنين. هل هما جنب بعض؟ لا. لا. هل هو فيهم ماجيك اي؟ لا. عارفة لو الماجيك اي، لو احنا لقينا اي مثلا قبل الار مش هنعتبرها ماجيك اي. الماجيك اي، ايوه برافو شطورة، ايوه. الماجيك اي لازم تكون هي اخر حرف في الكلمة. لو هنا مفيش اخر حرف في الكلمة اي يبقى ده مش ماجيك اي. تمام. 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 يبقى دكتور هنا هنعتبرها مقطعين. طيب مثلا عندنا درايف، يسوق، هنا في كم مقطع؟ هنا في كم حرف متحرك؟ اتنين. اتنين. هل فيهم الماجيك ايه؟ اه. ايوه، يبقى هنا في كم مقطع؟ واحد.
واحد، برافو شطور. طب لو زودنا اور بقت درايفر، كده احنا عندنا كام حرف متحرك؟ اتنين. اتنين. هل فيهم ماجيك ايه؟ لا. لا. برافو، يبقى في كام مقطع؟ اتنين. اتنين. شطورة شطورة شطورة. شطورة يا كرم. تعالي كده اما نشوف الكلمات اهو. plumber. plumber. هنا في كام حرف متحرك؟ اتنين. هل هنا في ماجيك ايه؟ لا. لا. يبقى هنا كام مقطع؟ اتنين. اتنين. برافو. doctor. doctor. في كام حرف متحرك؟ اتنين. يبقى في كام مقطع؟ اتنين. وهنا driver. هل هنا في ماجيك ايه؟ لا. يبقى كام مقطع؟ اتنين. برافو excellent. dentist. هل هنا في ماجيك ايه؟ لا. يبقى كام مقطع؟ اتنين. آه، برافو. teacher. كنا كام مقطع بقى؟ اتنين. اتنين بس. ايه ده يا مس؟ احنا عندنا حرفين مع بعض، ده احنا عندنا 3 حروف متحركة بس اتنين هنا جنب بعض. هل ينفع ان انا افصل الاتنين دول عن بعض يا كرمتي؟ لا. لا، ما ينفعش، لازم نسيبهم كده. يبقى teacher دي واحد، والاي ار واحد تاني. ادينا كده عرفنا المقطع الواحد والمقطعين. نيجي بقى عند التلاتة بقى، 3 مقاطع. يبقى المفروض يكون في ايه؟ 3 حروف متحركة بس ما ينفعش يكونوا جنب بعض. زي مثلا ايه؟ مثلا عندنا ميكانيك. ميكانيك. هنا في كم حرف متحرك؟ تلاتة. 3. هل هم جنب بعض؟ لا. لا. يبقى احنا كده هنجيب كم مقطع؟ تلاتة. برافو، تبقى مي كا ها. نك. نك. برافو شطورة. ميكانيك 3. يبقى بقت الحاجة سهلة. طب لو احنا جبنا مثلا حرفين متحركين جنب بعض، هل هنعتبرهم يعني مثلا عندنا حرف اهو لوحده وحرفين متحركين جنب بعض وحرف لوحده، هل هنعتبر ان هما كده 4 مقاطع؟ لا. لا، 3. برافو. شطورة يا كرمتي. كده فهمتيها، بقت سهلة صح؟ ايه.